جوه موبايلك في حتة بلاستيك صغيرة قوي، غالبا عمرك ما فكرت فيها، وطبعا عمرك ما شكرتها. ومع كده من غيرها موبايلك بينسى انت مين في لحظة. دي اسمها شريحة السم. كلمة سم اختصار للسبسكرايبر ايدنتيتي موديول. وده لوحده بيقول لك حاجة مهمة: الشريحة دي مش فارق معاها الموبايل، هي فارق معاها انت. ممكن توقع موبايلك في المية، ممكن تكسره، ممكن تغيره خالص، بس أول ما تشيل الشريحة وتحطها في موبايل جديد، الشبكة تقولك: أهلا، رجعت تاني، نفس الشخص، نفس الرقم، نفس الفاتورة. ليه؟ عشان هويتك مش عايشة جوه الموبايل، هويتك عايشة جوه الشريحة دي. والجزء اللي أغلب الناس ما تعرفوش إن شريحة السم مش مجرد ذاكرة تخزين، مش حتة بلاستيك غبية، دي كمبيوتر صغير جدا، عندها بروسيسور بتاعها، وعندها ميموري، وعندها نظام تشغيل، وبتشغل برامج سرية صغيرة انت عمرك ما بتشوفها. لما موبايلك يتصل ببرج الشبكة، الشريحة هي اللي بتتكلم في أغلب الوقت، هي اللي بتثبت إنك أنت، هي اللي بتعمل توثيق، هي اللي بتتفق على التشفير. الموبايل واقف كده يقول: دي شريحتي، أنا تبعهم. الشريحة فيها مفتاح سري خاص بيك عمره ما بيطلع منها، حتى موبايلك نفسه ما يقدرش يقراه. وده بصراحة مبهر ومقلق شوية، لأن معناه إن شريحة السم عارفة عنك حاجات موبايلك نفسه ما يعرفهاش. عارفة رقم تعريفك الفريد، عارفة أنت تابع لأنهي شبكة، وعارفة إزاي تثبت إنك الشخص الصح من غير ما تكشف السر. عشان كده نسخ شريحة سم مش موضوع سهل، مش نسيت الباسورد سهل، ده مستوى حكومات بتاخده بجد جدا. والشريحة كمان ممكن تتحدث عن بعد. شركة الاتصالات تقدر تبعت لها تعليمات جديدة من غير ما تحس، تضيف تطبيقات، تغير إعدادات، وكل ده وموبايلك في جيبك ومش واخد باله من حاجة. زمان كان في تطبيقات سيم لحاجات زي قوائم الشركة، أنظمة دفع، خدمات تحديد موقع. دلوقتي أغلبها بقى مستخبي، بس القدرة لسه موجودة. شريحة السيم بتاعتك شبه موظف مؤدب جدا، بينفذ الأوامر حرفيا وما بيحكيلكش هو بيعمل إيه. دلوقتي بقى نتكلم عن الإي سيم. حد بص على كل القوة دي وقال: طب ما نشيل الكارت خالص ونخلي الموضوع أهدى كمان. الإي سيم هو نفس الكمبيوتر الصغير ده، بس ملحوم جوه الموبايل نفسه. ما تقدرش تشيله، ما تقدرش تضيعه، ما تقدرش ترميه على الأرض وأنت متعصب. هويتك بقت متسفلتة جوه الجهاز، وده مريح جدا. تغيير الشبكة أسرع، السفر أسهل، بس كمان مريح من ناحية التحكم، لأن دلوقتي الشريحة مش بتاعتك، هي بتاعة الموبايل، والموبايل تابع لنظام بيئي. وأظن الفكرة وصلت. وأخطر جزء بقى: شريحة السم تقدر تشتغل حتى لو موبايلك باين عليه مطفي. مش مكالمات، مش رسائل، بس ردود بسيطة كده تقول للشبكة: أيوة أنا لسه هنا. وعشان كده خدمات الطوارئ وأنظمة التتبع والاعتراض القانوني بيحبوا الموضوع ده جدا. شريحة السم هي أهدى وأوفى جزء في موبايلك. مش فارق معاها تطبيقات، ولا التحديثات، ولا خلفية الشاشة. مهمتها بسيطة: تعرفك، توثقك، وتفضل على اتصال بالشبكة طول الوقت. فالمرة الجاية لما الشبكة تفصل، ما تزعقش للموبايل، شريحتك غالبا بتتفاوض. ولو الشبكة رجعت فجأة، يبقى الكمبيوتر الصغير ده خلص مكالمة انت اصلا ما كنتش مدعو ليها. نام وانت مطمن، شريحة السم عارفة انت فين.